نتيجة طبيعية وموسم طبيعي ان هو يبقى كده. قرارات ادارية انا مش مستغربها من الادارة دي الصراحة، لان الادارة عملت كل حاجة عشان تخلي النادي الاهلي مفيش هوية للفرقة، من لعيبة انت ما جايبها هم مش محترمين النادي اساسا، ولعيبة بتديهم 80 مليون و90 مليون و... وعلى رأي كابتن احمد شديد قناوي، انت لو اديتهم المبلغ ده هيجي لك التمرين تاني يوم ليه؟ ما هو قال كده. انت المفروض تدي اللعيبه دي الفلوس دي لما تشوف انجازات، لكن طول ما فيش انجازات وانت بتديهم الفلوس دي اللعيبه هتلعب ليه؟ والكلام ينطبق برضه على المدرب، ما انت حاطط له شرط جزائي كبير، هيديك ليه؟ والشرط الجزائي ما ينفعش يمشي في اول الموسم، فانت عامل كل حاجه عشان يطلع موسم صفري. غير طبعا اللي بيحصل مع العمال في النادي، فربنا مش هيكرمك مع مجلس اداره، اسوأ مجلس اداره جه في تاريخ النادي الاهلي. انت النهارده خسران 3-0، وبرضه خسرت قبل كده في افريقيا مرتين خمسه، فانت ما شاء الله مع مجلس الاداره ده شفت كل حاجه سيئه. ما تقوليش اصل مجلس الاداره ده جاب بطولات للنادي الاهلي. جاب كام بطوله للنادي الاهلي؟ 20 بطوله، ما كملش ال 20 بطوله في 9 سنين، وانت كل موسم بتشارك في 5 بطولات، يعني تقريبا 45 بطوله انت كسبان منهم، ما كملش 20 بطوله. طبعا انا مش حاسب ولا اسمه ده كاس الرابطة اللي مش معترف بيه ده في بطولة رسمية، ولا حاسب كاس العالم للأندية لأنك عمرك ما هتاخدها. والمركز التالت بتاع كاس العالم للأندية ده ده مش بطولة، ده مركز. فانت حتى البطولات اللي احنا فرحانين ان احنا واخدينها اجمالي، لا، مش هو ده قيمة النادي الاهلي مع الادارة السيئة دي. انت عملت كل حاجة مع مجلس الادارة ده عشان يبقى اسوأ مجلس ادارة جه في تاريخ النادي الاهلي، واللعيبة اخر حاجة تتلام. ما انت خلاص ما اديتهم اللي هم عايزينه.